طيب في قصة عجيبة أيضا، قصة عجيبة ما تصدقهاش، وأنتم تشلوني ولا خلوني. مرة أشوف طفل، يعني مش طفل صغير، ما أبو شيء، خذونا أقول بثالث ابتدائي ولا، يصيح لي كلب وهو عامل يده كذا للخلف، يقول له الكلب قصا 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 قصا، وأنا أتأمل المنظر كذا، الكلب راقد فتح عين واحدة بس، يتفرج رجع غمض وراقد ثانية. استغربتونا، قلت ماله الكلب ما استجابش للوليد هذا، أكيد الوليد هذا معه قصة مع الكلب هذا، كذب على وياكم. رحت مسكته قلت له حبيبي ايش بتعطي الكلب؟ قال اعطوه لقمة. قلت له اسمع شوف اللقمة، طلعت حجرة سوداء. قلت له كم رقمت الكلاب هذا مرات؟ قال لي 3 مرات. قلت له شوف ذي الحين انت ما سمعتوش صح؟ قال لي كيف تحاكاه؟ قلت له هو شافك كذا، هو يوم سمع صوتك عرفك، بس يشتي يتأكد فتح عين واحدة شافك انه ذاك اللي يكذب، رجع غمض قال هذول كذابين ما لك من ابتهم. صوروا تفقد الثقة من الحيوان، من الحيوان تفقد الثقة بالإنسان بسبب الكذب.